حقيقة وواقع بتقول إن طول حراسة مرمى النادي الأهلي ما هي بخير، حراسة مرمى المنتخب الوطني المصري بخير، والدليل على كده إن الأربع مرات اللي صعدت فيهم مصر لكأس العالم كان الحارس الأساسي والاحتياطي الاثنين حراس مرمى النادي الأهلي. تعال أقول لحضرتك إن في سنة 34 أول مرة مصر تصعد لكأس العالم كان الحارس الأساسي مصطفى كمال منصور، والحارس الاحتياطي عزيز فهمي، والاثنين كانوا حراس مرمى النادي الأهلي. تاني مرة في كأس العالم 90 كان الحارس الأساسي أحمد شوبير والاحتياطي ثابت البطل. المرة الثالثة كاس العالم 2018 كان الحارس الاساسي محمد الشناوي والاحتياطي شريف اكرامي، والاثنين برضه كانوا حراس النادي الاهلي. في 2026 الحارس الاساسي مصطفى شوبير والاحتياطي محمد الشناوي، والاثنين برضه حراس النادي الاهلي. محمد الشناوي اول حارس مرمى في تاريخ مصر يلعب اثنين كاس عالم. محمد الشناوي افضل لاعب داخل قاره افريقيا موسم 2022 وهو حارس مرمى في النادي الاهلي. يبقى المقوله صحيحه والوقائع صحيحه، طول حراسه مرمى النادي الاهلي ما هي بخير، حراسه مرمى المنتخب الوطني المصري بخير.